السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تيراميسو، وصفه اللي كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونخليكم مع المقادير. بالنسبه هنا للمقادير ديال هاد التيراميسو راه حتى بديتو وقلت علاش ما صورش معكم. عندي هنايا 400 غرام ديال الكريمه. عندي هنا كريمه حلوه، الا كانت الكريمه السائله مسوسه زيدوا فيها واحد 2 معالق ديال السكر. عندي هنايا 2 ديال هاد الفرماج بيرلي، حتى هو راه حلو، يعني ما غنحتاجش السكر نهائيا. هاد البيرلي ممكن تستبدلوه بجبلي ولا اي نوع من الجبن عندكم. انا هنا ما خديت الماسكاربون، ممكن بلاصه الماسكاربون ديروا جبلي، المهم عندكم الاختيار في هذه المساله. اي نوع من الجبن تقدروا تستعملوه. غناخذ هنايا هذا الماسكاربون فيها تقريبا 250 غرام، يعني رابعه. وهنا كنستعمل الباتور باش نطلعها بحال الكريمه. ضروري ملي كيكون عندنا الجبن خص تكون هاد لي زانغريديون كلها بارده، وكذلك تكون السرعه يعني مرتفعه ديال الباتور. كنبقى نقرب حتى كتماسك الكريمه وكتعطينا هاد النتيجه على هاد الشكل. انا هنا كنت ديجا بديت خديت هاد لي بودوار او لي لونغ دو شا ودوزتهم في القهوه. هنا درت اما عصروا القهوه ولا ديروا واحد المعلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان وحطوها. كتحطوا هاد الجهه اللي هي فيها السكر هي اللي من الفوق. دابا انا درت الكريمه في البوش وغادي نعمر. بالنسبه للقهوه سريعه الذوبان كما قلت لكم يمكن تعصروا القهوه اولا كديروا معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان مع 2 كيسان ديال الماء اللي كيكونوا سخان. كنخليهم حتى كيبردوا وعاد كنبدا نغطس فيهم لي بودوار. دابا هنا كنبقى ندير طبقه ديال لي بودوار، طبقه ديال الكريمه، حتى كنعمر هذا المول كامل. بالنسبه هنا احتاجيت في هاد لي بودوار تقريبا 200 غرام في كل باكيه، 400 غرام هاد اللي شاطوا لي منها 2 4 6 8 9 حبات هما اللي شاطوا ليا من هاد. وبالنسبه لهاد المول راه عندي فيه في القطر 24 على 24. هنا بعد ما كنسرحو كنقاد ليه الجوانب مزيان. كنجيب الكاكاو المر وكنبدا نسوب بودري من الفوق وغادي ندخلو للثلاجه حتى كيبرد مزيان. قد ما خليتوه في الثلاجه يعني مده طويله الا وديك القهوه مع هذوك لي بودوار كينسجموا كيعطيو واحد تيكستير اللي هي رطبه وزوينه. هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما خرجته من الثلاجه. كيجي على هذا الشكل، كتجي لا تيكستير ديالو رطبه وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.